المساجد هي مكان للتوعية، مكان لربط الإنسان بالله عز وجل، مكان لمعالجة القضايا لا شك في هذا، ولكن ما ندعى إليه الآن ليس ذاك. الناس الذين يريدون أن يوظفوا المسجد للخروج لهذا الإعلان أكثرهم، وأنا المسؤول عن هذا الكلام، لا تعرف جباههم السجود، لا يعرف جزء الواحد منهم الركوع أبدا، لكنهم يريدون أن يوظفوا المساجد. يعني في يوم الجمعة الماضية أنا أخطب في الأموي، بعد الصلاة الأمور كلها في داخل الحرم كانت طبيعي جدا، وما كان في أكثر من لا إله إلا الله. انتهى الإشكال من أجل تفويت شعارات ممكن أن تخلق فتنة. طيب، عندما خرجنا في الساحة الهوائية الفضائية للمسجد، أناس جالسون لا صلاة ولا شيء، لكنهم ينتظرون ساعة الخروج والإعلان. إذن يمتطون المسجد لأغراضهم. يعني كيف ناس موضوع الصلاة غائب عنهم، وجودهم في المسجد شيء غريب، لكنهم يتواصون ويوصوننا، يأمروننا بأن نجعل من صلاة الجمعة في المسجد منطلق لما يريدون لهذا الأمر الغوغائي. طيب، أنا قلت يعني كلمة ولن يؤاخذني الله عليها أعتقد، لأنني لا أعبر عن شعوري تجاه المسجد الذي هو أقدس مكان، ولكنني أعبر بهذا أو أترجم مشاعر هؤلاء الذين يستخدمون المساجد، إنهم ينتعلون المساجد لمقاصدهم. واحد لا يصلي، طيب، لكنه يدخل ساحة المسجد ينتظر انتهاء الخطبة وانتهاء الصلاة وكذا لكي ترتفع الشعارات ولكذا، ولكي يحمس المصلين ويخرجوا بشكل واحد بشكل جماعي للهدف المنشود. مساجد لا أقول البؤرة بل المنطلق لهذا. أتأمل في، لا أقول كلهم، معظمهم، أنظر وإذا هم لا يعرفون شيء اسمه صلاة، لا يعرفون الجزء الواحد من لا يعرف الركوع، جبينه لا يعرف السجود أبدا، لكن نعم ننقاد للأوامر الآتية من الخارج لنجعل من المساجد منطلقا، يعني لنستثمر المساجد ولنوظف المساجد في هذا الأمر. في يوم الجمعة الفائت في المسجد الأموي، بعد أن انتهينا من الصلاة، كان الجو في داخل المسجد طبيعي، كان الجو في داخل المسجد طبيعي. لما خرجت من المسجد ولاحت أمامي، يعني لاح أمامي صاحن المسجد الخارجي، وإذا بي أمام أناس كانوا موجودين نعم في باحة المسجد، لكن لم يصلوا، لم يكونوا مع المصلين في الخارج، وإنما كانوا ينتظرون الساعة التي يلبون بها الأوامر. نعم، نظرت وليست وجوههم وجوه مصلي،
ليست مظاهرهم مظاهر إنسان يتعامل مع المساجد بشكل من الأشكال. طيب هذه ظاهرة رأيتها. طيب كيف أيها السادة والسيدات يمكن أن أتجاوب باسم الإصلاح مع أناس يصرون على أن، يعني استغفر الله، أنا مضطر أن أستعمل التعبير الذي يعبر عن حالهم لا عن شعوري أبدا، يصرون على أن ينتعلوا المسجد لمصلحته. نعم، هذا ما تم بالأمس، وهذا ما ندعى إليه غدا وبعد غد ربما.